السلام عليكم حبايبنا في كل مكان، طلاب ثالثه ثانوي. النهارده ان شاء الله يا صديقي هنتكلم على حجر الاساس في الجغرافيا السياسيه. مستر، هو احنا هنتكلم على ايه السنه دي؟ قال لك والله اول حاجه احنا هنتكلم عنها السنه دي هي اصلا موضوع الدراسه بتاعتنا، الا وهي الجغرافيا السياسيه. جغرافيا ايه؟ الجغرافيا السياسيه. مستر، هي الجغرافيا السياسيه بتتكلم عن ايه؟ قال لك والله الجغرافيا السياسيه هي بتدرس حاجه اسمها الدوله. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الدوله. يبقى انا يا مستر في منهج ثالثه ثانوي في الجغرافيا هدرس ايه؟ هقول له هدرس الدوله. مستر انا هدرس كام دوله؟ قال لك انت المفروض تدرس جميع دول العالم. جميع ايه؟ جميع دول العالم. ماشي يا مستر. طب انا النهارده في المحاضره التاسيسيه، محاضره حجر الاساس، هل مهمه؟ اقول لك هي مهمه جدا. المحاضره ديت هي اساس المنهج بتاعك، لازم تسمعها ولازم تذاكرها. يعني مثلا انا النهارده هتكلم على ايه؟ انا النهارده هتكلم على الف ب الجغرافيا. الف ب ايه؟ الجغرافيا، الحاجات الاساسيات. اول حاجه هنتكلم عنها وحاجه مهمه جدا الا وهي الاتجاهات. مستر اتجاهات؟ قال لك هناخد الاتجاهات. انت خدت في ابتدائي الاتجاهات نوعين، في حاجه اسمها الاتجاهات الاصليه وفي حاجه اسمها الاتجاهات الفرعيه. طبعا هنعرف النهارده بالتفصيل ايه الاتجاهات ديت وازاي بتجيلك في امتحان ثالثه ثانوي. ازاي بتجيلك في امتحان ثالثه ثانوي، سواء اتجاهات اصليه او اتجاهات فرعيه. تمام. ماشي يا مستر، قول لي كده يا مستر الاتجاهات دي عباره عن ايه؟ قال لك والله بص معايا، احنا بنقسم الكره الارضيه لاربع ارباع. ازاي؟ الجزء اللي فوق ده اسمه الشمال، الجزء اللي تحت ده اسمه الجنوب، الجزء اللي على ايدك اليمين ده اسمه الشرق، انما الجزء اللي في الشمال ده اسمه ايه؟ ده اسمه الغرب. يبقى تاني يا مستر، يبقى انا بقسم الكره الارضيه، بقسمها لايه؟ جزء في الشمال وجزء في الجنوب وجزء في الشرق وجزء فين؟ هقول له جزء في الغرب. عظيم الكلام ده. ماشي يا مستر، تمام. طب مثلا في مثلا دوله هنا، في دوله هنا، الدوله ديت تقع فين بالظبط؟ تقول لي يا مستر والله هي الدوله دي هل في الشمال؟ لا، ده الشمال اهو. طب هل في الشرق؟ هقول لك لا، الشرق اهو. مستر امال هي فين؟ قال لك يا معلم هي في الشمال الشرقي. هي فين؟ تقع في الشمال الشرقي. تقع فين؟ اهي، تقع في الشمال الشرقي. عظيم، تمام. طب مستر افرض مثلا في هنا دوله اسمها دوله ب مثلا، ب ديت تقع فين؟ هل هي في جزء الغرب؟ هي في الغرب؟ لا. طب هل هي في الجنوب؟ اقول له والله لا، ده الجنوب وده الغرب. هي فين؟ هي في المكان ده. طب المكان ده اسمه ايه؟ هقول له المكان ده اسمه الجنوب الغربي. الجنوب يا معلم؟ هقول له الجنوب الغربي. تمام. يبقى انا كده يا مستر عرفت حاجه، اول حاجه اعرفها النهارده ايه هي؟ الاتجاهات. في اتجاهات اصليه اللي هم شمال جنوب شرق غرب، وفي اتجاهات فرعيه اللي هم شمال شرقي جنوب شرقي جنوب غربي وشمال غربي. وشمال ايه؟ وشمال غربي. عظيم، حلو يا مستر. كده اتكلمت دلوقتي كده باستفاضه حاجه اساسيه خالص ايه اللي هي الاتجاهات، سواء اتجاهات اصليه او اتجاهات فرعيه. طب انا عايز بقى اطلع الكلام ده على الخريطه، لان انت مطالب بيجي لك اسئله في الامتحان على الاتجاهات، وعلى فكره بتلخبط اجدعها طالب. فانت لازم تهضم الجزء ده كويس. فمثلا الشمال اهو، عندك هنا الشمال، تحت عندك هنا الجنوب، هنا عندك الشرق، وهنا عندك ايه؟ وهنا عندك الغرب. ماشي يا مستر. افرض مثلا انا عايز اقول لك كده روسيا ديت تقع بالنسبه لقارات العالم فين؟ روسيا تقع بالنسبه لقارات العالم فين؟ تقول يا مستر مش ده الشمال؟ مش ده الجنوب؟ ايوه. مش ده الشرق؟ ايوه. مش ده الغرب؟ ايوه. هي فين يا مستر؟ هقول له هي في الجزء ده.
طب ده ايه؟ هقول له الشمال الشرقي. يبقى روسيا تقع بالنسبه لقارات العالم في الجزء ايه؟ في الجزء الشمالي الشرقي. حلو. طب دوله مثلا زي الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه لقارات العالم تقع فين؟ اقول له والله بص كده، ده الشمال وده الغرب، يبقى تقع فين؟ اقول له تقع في الشمال الغربي. ماشي يا مستر، تمام. طب دوله زي مصر اهي، دوله زي مصر تقع فين بالنسبه لقارات العالم؟ هقول له تقع، استنى كده، مصر في الربع ده، ده اسمه ربع مصر في الربع ده، ده اسمه ربع ايه؟ هو الربع الشمالي الشرقي. طب روسيا الاتحاديه بالنسبه لقارات العالم برضه في الربع الشمالي الشرقي. طب دوله زي استراليا او قاره استراليا عموما تقع فين بالنسبه لقارات العالم؟ هقول له الجزء ده، ده اسمه الربع ايه؟ ربع الجنوب الشرقي. جنوب ايه؟ الجنوب الشرقي. عظيم. دلوقتي بقى انا عايز اعرف ازاي اطلع الدوله بالنسبه لقارتها، يعني الدوله ديت بتقع فين بالنسبه للقاره بتاعتها. انا عرفت ازاي الدوله اطلع الموقع بتاعها بالنسبه لقارات العالم. قال لك بص، بالنسبه ان انا اطلع ازاي موقع الدوله بالنسبه لقارتها، تعالى معايا. مثلا تعالى لدوله زي مصر. مصر اهي، عشان اطلع اي دوله واعرف مكانها فين في القاره بتاعتها، هاجي اعمل عند القاره بتاعتها بس، دي القاره بتاعتها اهي، اعمل كده، هاجي بالنص واعمل كده. هي مصر يا مستر بالنسبه للقاره بتاعتها فاني ربع؟ تقول لي كده ده الشمال وده الشرق. طب مصر فين؟ هقول له مصر في الشمال الشرقي لقاره افريقيا. ماشي. تاني سؤال يا مستر، دوله زي روسيا الاتحاديه، عايز اعرف، روسيا الاتحاديه ديت بتقع فين بالنسبه لقارتها؟ هي قاره ايه؟ طبعا يا روسيا موجوده في قارتين، اسيا واوروبا. فاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي اعمل كده، استنى كده يا مستر، ده في الجزء ايه؟ في الجزء الشمالي لقاره اسيا. في الجزء ايه؟ في الجزء الشمالي لقاره اسيا. يبقى انا كده يا مستر عرفت دلوقتي ازاي اطلع مكان الدوله بالنسبه لقارات العالم من حيث اتجاهها يعني، وعرفت ازاي احدد مكان الدوله بالنسبه للقاره بتاعتها. طب تعالى نعلى دلوقتي بالليفل شويه، دي خلاص مش محتاجينها. دلوقتي مثلا انا عندي دي اسمها هنا شجره، عندي هنا شجره، حلو، وعندي هنا الطالب، وعندي هنا المدرسه. انا دلوقتي عايز اعرف، بص بركز في الايه، في التركايه ديت. الطالب يقع فين بالنسبه للمدرسه بتاعته؟ الطالب بيقع فين بالنسبه للمدرسه بتاعته؟ تعمل ايه بقى؟ هو قال لك ايه؟ الطالب بيقع فين بالنسبه للمدرسه بتاعته؟ اول اسم كان ايه؟ كان الطالب. بيقع فين بالنسبه للمدرسه بتاعته؟ تيجي عند المدرسه بتاعته دي اخر كلمه، تعمل كده. استنى كده، الطالب بيقع فين بالنسبه للمدرسه بتاعته؟ هقول له هنا بيقع ايه؟ بيقع في الشرق. طب حاجه ثانيه، طب الشجره بتقع فين بالنسبه للطالب؟ الشجره بتقع فين بالنسبه لايه؟ مين اخر كلمه؟ اخر كلمه كانت الطالب. هتيجي عند الطالب تعمل كده. فين يا مستر؟ في الشرق برضه. يبقى ايه؟ هقول له كده الشجره بتقع شرق الطالب. طب قول لي يا مستر بقى حاجه بالنسبه للمنهج بتاعنا. بص يا معلم، كدول بقى، مثلا هنا طبعا مصر، وهنا ليبيا. لو جه قال لك ليبيا تقع فين بالنسبه لمصر؟ ليبيا تقع فين بالنسبه لمين؟ لمصر. مين اخر كلمه كانت مصر؟ هاجي عند مصر واعمل كده. تقع فين؟ اهو تقع في الغرب. طب العكس، طب مصر تقع فين بالنسبه لليبيا؟ اخر كلمه ليبيا، هعمل كده. تقع فين؟ هقول له تقع في الشرق. ماشي يا مستر، عظيم الكلام ده. طب مثلا هنا مثلا دوله
الارجنتين مثلا، وهنا دوله تشيلي. عايز اعرف تشيلي تقع فين بالنسبه للارجنتين. هاجي عند اخر كلمه اللي هي مين؟ الارجنتين، اعمل كده. تشيلي تقع فين بالنسبه للارجنتين؟ تاني، تشيلي تقع فين بالنسبه للارجنتين؟ هاجي علشان اعمل كده، استنى كده يا مستر، لا عيد تاني. تشيلي تقع فين بالنسبه للارجنتين؟ فين يا مستر؟ ارجنتين يبقى فين؟ في الغرب. فين؟ في الغرب. تمام. ده بالنسبه ل احنا عرفنا ازاي نحدد الاتجاهات وازاي تحدد اي دوله على الخريطه. طبعا انت مطالب تعرف كل اسماء دول العالم باماكنها. تقول لي مثلا هعرفها ازاي؟ اقول لك بالتكرار. التكرار هيخليك تعرف مكان كل دوله فين على الخريطه. بعد كده انا هتكلم على المحيطات. انا عندي كم محيط؟ قال لك انت عندك 5 محيطات. عندك المحيط القطبي الشمالي، عندك المحيط الهادي، عندك المحيط الهندي، عندك المحيط الاطلنطي، وتحت عندك في محيط هنا اسمه المحيط المتجمد الجنوبي او المحيط القطبي الجنوبي. ما انت عندك كم محيط؟ عندك 5 محيطات. تمام. انا دلوقتي بقى عايز اعرف المحيطات بالنسبه للدول اتجاهها فين. يعني مثلا عايز اعرف هو المحيط الهادي ده بالنسبه لدوله اسمها الصين بيقع فين؟ استنى كده يا مستر، المحيط الهادي دي اول كلمه. بالنسبه يقع فين؟ بالنسبه للصين. هاجي عند الصين واعمل كده. ده ايه يا مستر؟ الشرق او الجنوب الشرقي، الاثنين صح. الشرقاوي او جنوب الشرقي، الاثنين صح. تمام. طب لو عكسنا جيت قلت هي الصين تقع فين بالنسبه للمحيط الهادي؟ هاجي عند الهادي واعمل كده. الشمال ايه؟ الشمال الغربي. صح. تمام. طب مستر مثلا عندك هنا المحيط الهادي برضه، ما هو الهادي هنا وهنا هو واحد بس ده اكبر المحيطات. فمثلا دوله زي الولايات المتحده، طبعا ده كله هادي. المحيط الهادي يقع فين؟ يقع فين بالنسبه للولايات المتحده؟ هاجي عند اخر كلمه الولايات المتحده واعمل كده. يقع فين؟ يقع في الغرب. يقع فين يا معلم؟ يقع في الغرب. تمام. حلو. طب مستر دوله مصر والبحر المتوسط، انا عايز اعرف مصر تقع فين بالنسبه للبحر المتوسط. هاجي عند البحر المتوسط واعمل ايه؟ اعمل كده. مصر تقع فين بالنسبه للبحر ده؟ تقع في الجنوب. تقع فين؟ في الجنوب. طب اعكس. طب البحر المتوسط بيقع فين بالنسبه لمصر؟ هاجي عند مصر واعمل كده. يقع فين؟ هو يقع في الشمال. يقع فين؟ في الشمال. الجزء ده هو مهم جدا جدا عندك في اي سؤال هيجي لك. وعلى فكره ثالثه ثانوي في الجغرافيا، امتحان الجغرافيا هو كل سؤال لازم خريطه. كل سؤال لازم خريطه، فلازم تكون متاسس صح في الخريطه. والكلام ده يكون عندك كده قابليه ان انت تدرس الكلام ده وتعرف تطلع موقع اي دوله على الخريطه. تمام. كده اتكلمنا على المحيطات واتكلمنا على الاتجاهات. طبعا عندك كم قاره؟ عندك 7 قارات. طبعا ديت هنا عندك اهي مثلا دي كلها اسيا. طبعا ديت اوروبا، ديت افريقيا، دي اسمها قارات العالم القديم. عندك طبعا هنا ديت امريكا الشماليه وديت امريكا الجنوبيه. عندك هنا طبعا استراليا، وتحت خالص في حاجه اسمها القاره القطبيه الجنوبيه، لكن مش هندرسها لان اصلا هي متجمده وغير مأهوله بالسكان. تمام. نخش على النقطه اللي بعد كده. مستر فين؟ تعالى دلوقتي نتكلم على حاجه اسمها دول العالم القديم ودول العالم الحديث. مستر هي دول العالم دول العالم
القديم. مين هي يا مستر؟ قال لك دول العالم القديم هي اي دوله تقع في اسيا زائد افريقيا زائد اوروبا. يعني اي دوله عندك الخريطه تقع في اسيا او اوروبا او افريقيا دي اسمها قارات او دوله من دول العالم القديم. تمام. في حاجه تانية عندك اسمها دول العالم الحديث او اسمها الجديد، اللي هي اي دوله في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه زائد مين؟ استراليا. ماشي يا مستر. في حاجه عندك بقى اسمها دول العالم النامي ودول العالم المتقدم. طب مستر قول لي كده يا مستر، دول ايه؟ دول العالم النامي. مين يا مستر دول العالم النامي؟ قال لك بص، اي دوله موجوده في افريقيا زائد امريكا الجنوبيه زائد اسيا. هتقول لي مستر ما في دول زي الصين متقدمه. اقول لك ماشي، هي معظم اسيا معظم افريقيا وامريكا الجنوبيه يطلق عليها دول العالم النامي. ماشي. طب في مصطلح اسمه دول العالم المتقدم. قال لك هي اي دوله تقع في اوروبا زائد امريكا الشماليه زائد استراليا. زائد مين يا معلم؟ زائد استراليا. تمام. كده بالنسبه لشويه مصطلحات لازم انت تعرفهم ولازم تاخد بالك منهم قوي قوي قوي، لان الحاجات دي عندك ان شاء الله في اول الدروس والجغرافيا كلها بتاعه ثالثه ثانوي. فالجزء ده جزء مهم جدا جدا، لازم تهضمه كويس وتذاكره كويس. اوعى تفوت المحاضره ديت قبل ما تبدا المنهج بتاع ثالثه ثانوي في الجغرافيا.